15 عاما والبيت يفوح بعطر الرضا. 15 عاما كانت فيها هي الشمس التي لا تغيب عن سمائه، والبوصلة التي تهدي خطواته المتعثرة. فهل يملك الرجل قلبا حين يقرر أن يبحث عن دفء آخر في شتاء مرضها؟ وهل تشفع سنوات الوفاء لامرأة خانتها الصحة ولم يخنها القلب؟ هنا نبدأ الحكاية، حكاية الصراع بين نبل العشرة وبين نداء الفطرة للأبناء. هنا قناة قصص وحكايات، وحكايتنا اليوم بعنوان أحمد وزينب. ويلا بينا على الحكاية. مرت 15 عاما على زواج أحمد من زينب. لم تكن مجرد سنوات عابرة، بل كانت عمرا كاملا من السكن والمودة. تزوجها وهي في ريعان الصبا، ابنة عائلة مشهود لها بالأصل الطيب والتدين العميق. وكانت زينب كما يوحي اسمها زينة للبيت وجوهرة تلمع في عيون كل من عرفها. كانت لغتها هي الأدب ومنهجها هو الاحتواء. فبنت مع أحمد مملكة هادئة لا يعكر صفوها صراخ ولا تشوبها شائبة. كان أحمد يرى فيها المرأة المثالية، تلك التي تسبق كلماتها ابتسامتها، والتي تجعل من القليل كثيرا ببركة يديها. رزق بابن وحيد، كان هو قرة العين وغاية الأمل، لكنهما كان يطمحان دوما في عزوة تملأ أركان البيت صخبا وحياة. لم تكن زينب تقصر يوما، لكن كان هناك سر دفين ينمو في صمت، مرض مزمن رافقها منذ طفولتها. كان كالظل الخفي، يظهر تارة ويختفي تارات، لكنه بدأ في السنوات الأخيرة ينهش جسدها النحيل بضراوة لم يعهدها أحمد من قبل. تحولت زينب من تلك الشعلة المتوقدة من النشاط والجمال إلى غصن يابس يذبل أمام عينيه يوما بعد يوم. بدأ شحوب المرض يغطي نضارة وجهها، وأصبحت الحركات البسيطة التي كانت تؤديها في خفة عبئا ثقيلا يئن تحت وطأته جسدها المنهك. لم يشتكي أحمد، بل كان يحملها في قلبه قبل يديه. لكن الصدمة الكبرى كانت في تلك الغرفة الباردة داخل عيادة الطبيب، حين نطق بكلمات كانت كوقع الرصاص على مسامعهما. قال الطبيب بصوت جاد: يا أستاذ أحمد، زوجتك الآن في مرحلة حرجة. القلب لم يعد يحتمل إجهادا إضافيا، والحمل مرة أخرى بالنسبة لها يعني انتحارا بكل ما تحمله الكلمات من معنى. ليس هذا فحسب، بل إن القيام بأعمال المنزل العادية أصبح يشكل خطرا حقيقيا على حياتها. هي الآن بحاجة لمن يخدمها، لا من تخدم هي أحدا. وقع الخبر كان زلزالا هدم سقف التوقعات. عاد إلى البيت والصمت هو الرفيق الوحيد. نظر أحمد إلى زينب وهي تتمدد على فراشها بوجه غادره الدم، وشعر بأن المملكة التي بنياها بدأت تنهار. البيت الذي كان يعج برائحة الطعام والقهوة والضحك أصبح يفوح برائحة الدواء والمسكنات. لم يكن يرى فيها زوجة مريضة، بل كان يرى فيها الوفاء الذي يختبر رجولته. هل يرضى بهذا الصمت المقيم، أم أن غريزة الأبوة وحلم الأبناء سيفتحان في قلبه بابا لامرأة أخرى قادرة على إحياء ما أماته المرض؟ كانت تلك هي اللحظة التي ولد فيها الصراع المرير، صراع بين عهد قطعه على نفسه بالوفاء، وبين واقع يفرض عليه البحث عن بديل لامرأة لم تقصر في حقه يوما، ولكن خانها القدر.
لم تكن جدران البيت في تلك الليالي مجرد أحجار صامتة، بل أصبحت مرايا تعكس لأحمد حجم الفراغ الذي بدأ يتسلل إلى حياته منذ ذلك اليوم الذي نطق فيه الطبيب بحكمه. تغير إيقاع الزمن، فالساعات التي كانت تضج بالحيوية والنشاط استسلمت لسكون ثقيل يشبه سكون المقابر. كان أحمد يراقب زينب وهي تحاول جاهدة أن تنهض من فراشها لتؤدي أبسط واجباتها، فترى في عينيها انكسارا يمزق نياط قلبه، انكسار المرأة التي كانت عمود البيت، فأصبحت الآن ضيفة على فراش المرض، تراقب الغبار وهو يتراكم على قطع الأثاث التي طالما اعتنت بها بيديها الرقيقتين. كان الصراع في عقل أحمد ينمو كعشب شيطاني، ففي كل مرة يخرج فيها إلى الشارع ويرى صديقا يحوط به أبناؤه أو يسمع ضجيج الأطفال في بيوت الجيران كان يشعر بغصة تخنق أنفاسه. نظر إلى ابنه الوحيد فرآه وحيدا كشجرة مقطوعة في صحراء بلا أخ يسنده أو أخت تؤنس وحشته. بدأ يسأل نفسه بمرارة: هل كتب علي أن أعيش بقية عمري في هذا السكون؟ هل أدفن حلمي في العزوة والأبناء لأن القدر اختار لزوجتي المرض؟ كانت الفكرة تبدو له في البداية كخيانة عظمى، كطعنة في ظهر تلك الإنسانة التي لم تبخل عليه بشيء حين كانت قادرة. لكن منطق الحاجة بدأ يفرض نفسه بقسوة فوق منطق العاطفة. دخل أحمد المطبخ يوما فوجده باردا وموحشا، كانت رائحة الدواء قد طغت على رائحة التوابل والقهوة. نظر إلى ملابسه التي لم تعد مكوية كما كانت، وإلى ابنه الذي يجلس صامتا أمام التلفاز، وشعر بأن الرجولة تفرض عليه أن يفعل شيئا. لم يكن يفكر في امرأة أخرى لإشباع رغبة عابرة، بل كان يبحث عن حياة تعود لتنبض في عروق هذا البيت المتيبس. كان يتخيل امرأة قوية ترفع عن زينب عبء الخدمة وتمنحه الأبناء الذين طالما تمناهم، وتملأ البيت صراخا يطرد هذا الصمت الكئيب. لكن بمجرد أن تقع عيناه على وجه زينب الشاحب وهي تبتسم له ابتسامة باهتة رغم الألم، كان يشعر بخزي شديد وكأن جدران الغرفة تصرخ في وجهه: هذا هو رد الجميل لرفيقة الدرب يا أحمد؟ استمر هذا التمزق النفسي أسابيع طويلة، نهار يقضيه في خدمة زينب ومحاولة تعويضها عن عجزها، وليل يقضيه ساهرا يصارع أحلامه الموؤودة. بدأ أحمد ينسحب من تجمعات أصحابه هربا من نظرات الشفقة أو أحاديثهم عن أبنائهم، وأصبح يقضي وقته في تأمل ملامح زينب وهي نائمة، متسائلا بمرارة: هل أصارحها بما يدور في صدري أم أظل سجين هذا الوفاء الذي بدأ يتحول إلى قيد يخنق أحلامي؟ كانت زينب بذكائها الأنثوي الفطري تشعر بما يدور في خلد زوجها، كانت ترى نظراته الشاردة وتسمع تنهيدته المكتومة، وتعلم يقينا أن صمتها أصبح عبئا عليه. وفي تلك اللحظات بدأت هي الأخرى تخوض معركتها الخاصة، معركة بين كرامة الزوجة وبين حبها لهذا الرجل الذي لا تريد له أن يحرم من أجمل معاني الحياة بسبب علتها ومرضها. وهكذا أصبح البيت ساحة لصراع صامت بين قلبين يحبان بعضهما، لكن القدر وضعهما في اختبار لا يرحم الضعفاء. وفي ليلة سادها سكون غريب لم يكسر حدته سوى صوت عقارب الساعة التي بدت وكأنها تطرق فوق رأس أحمد بعنف. كان يجلس في ركن الغرفة المظلم يراقب خيال زينب الممدد فوق الفراش تحت ضوء المصباح الخافت. كان
قد عقد العزم على أن يفتح قلبه، أن يفرغ تلك الشحنة من الحيرة التي تكاد تفتك بصدره، لكن الكلمات كانت تقف في حنجرته كغصة من ملح. كيف يجرؤ على نطق كلمة زواج أمام امرأة أفنت زهرة شبابها في خدمته؟ كيف يخبر الجوهرة المكسورة أن بريقها العليل لم يعد يكفي لإنارة زوايا البيت الموحشة؟ وقبل أن ينطق بكلمة واحدة قطع صوت زينب الواهن حبل تفكيره. كان صوتها هادئا يحمل وقار الصابرين وعمق المحبين. قالت وهي تشيح بوجهها نحو النافذة: أحمد، أنا أعلم يقينا ما يدور في خاطرك منذ أسابيع. أرى نظراتك لابننا الوحيد، وأسمع تنهيداتك حين تمر بجوار المطبخ البارد، وأشعر بوجعك حين ترى ثيابك التي لم تعد كما كانت. صمتت لثانية، ثم التفتت إليه بعينين تلمعان بدموع محبوسة، وتابعت بنبرة لم تخلو من القوة رغم المرض: أنت رجل في ريعان عطائك، ومن حقك أن ترى عزوة تسندك، ومن حقك أن تجد بيتا عامرا بالحركة والنشاط. أنا يا أحمد لم أعد قادرة على منحك هذا، ومرضي أصبح قيدا يلتف حول عنق أحلامك قبل عنقي. سقطت الكلمات على أحمد كالصاعقة. حاول أن يقاطعها، أن ينكر، أن يجمل الحقيقة، لكنها رفعت يدها النحيلة لتوقفه بكرامة تليق بأصلها الطيب. لا تنكر يا شريك العمر، لا تنكر يا أحمد، فالصدق هو أجمل ما كان بيننا. لقد فكرت طويلا ووصلت إلى قرار يرضي ربي ويريح ضميري. أنا موافقة يا أحمد، بل أنا من أطلب منك أن تتزوج. ساد صمت ثقيل، صمت يمكن سماع دقات القلوب فيه. استطردت زينب وهي تحاول التغلب على ارتجاف صوتها: تزوج بامرأة صالحة تنجب لك الأبناء الذين حرمك قدري منهم، وتعينني وتعينك على أعباء هذا البيت. لا أريد أن أكون سببا في شقائك، ولا أريد أن أموت وأنا أشعر أنني كنت عائقا أمام فطرتك في الأبوة. وقف أحمد مذهولا مشتتا بين شعور بالراحة لأن العبء الثقيل قد أزيح عن كاهله، وبين شعور بالخزي أمام نبل هذه المرأة. هل كانت تضحي بكرامتها وكبريائها كأنثى لتشتري له السعادة، أم أنها كانت تمارس رقيا فاق حدود الوصف؟ اقترب منها وجلس على طرف الفراش، وأمسك يدها الباردة التي كانت ترتجف رغم محاولتها التماسك. قال بصوت مخنوق: يا زينب، والله ما أردت أن أكسر خاطرك، وما فكرت في هذا الأمر إلا لأنني أخاف عليك من إجهاد البيت، وأخاف على ابننا من الوحدة. لكن كيف لي أن أدخل امرأة أخرى إلى مملكتك وأنت في هذه الحالة؟ ردت زينب بابتسامة حزينة، ابتسامة تفيض وجعا ورضا. البيوت لا أحمد لا تضيق بالنفوس الراضية. إذا كانت هي ابنة أصول فستعرف قدري، وسأكون لها أختا وصديقة، وستكون هي يدي التي خانتني وقدمي التي لم تعد تقوى على السير. أنا راضية يا أحمد، المهم أن لا أرى في عينيك تلك النظرة المنكسرة مرة أخرى. في تلك اللحظة شعر أحمد أن موازين الأرض قد انقلبت، فالمرأة التي ظن أنها ضعيفة بسبب المرض أثبتت أنها أقوى منه ب1000 مرة بجمال روحها وتضحيتها. لكن وبقدر ما كان كلامها مريحا، بقدر ما فتح عليه أبوابا جديدة من الصراع. فالموافقة لم تكن النهاية، بل كانت بداية اختبار أصعب لرجولته ووفائه، خاصة عندما يصل الخبر إلى مسمع والديه، وتبدأ العواصف الحقيقية في الهبوب على هذا البيت الذي لم يعد السكون فيه يعني السلام. ظن أحمد أن موافقة زينب النبيلة كانت العقبة الأخيرة في طريق حلمه، ولم يدرك أن الأصل الطيب الذي اختارها لأجله يسكن أيضا في بيوت الوالدين وفي قلب أبيه وأمه، وأن المروءة لا تتجزأ.
ذهب إلى بيت عائلته يحمل خبره بقلب مرتجف، وجلس أمام والده المهيب ووالدته التي كانت ترى في زينب ابنة لم تلدها، وبدأ يسرد حكايته بمبررات صاغها بعناية. البيت أصبح باردا يا أمي، زينب لم تعد تقوى على الحركة، وابني وحيد، وهي بنفسها من طلبت مني أن أتزوج لتستريح ويستمر نسلي. ساد صمت ثقيل، صمت لم يكن من النوع الذي يسبق الموافقة، بل كان من النوع الذي يسبق العاصفة. وضعت الأم فنجان القهوة من يدها بحدة، ونظرت نظرة اخترقت أعماق روحه، وقالت بنبرة امتزج فيها العتاب بالقسوة: أهذا هو رد الجميل يا أحمد؟ 15 عاما كانت فيها زينب هي السند والستر، واليوم لأن المرض نال من جسدها تبحث عن غيرها؟ المرض يا بني هو امتحان لرجولتك أنت، لا مبرر لكسر قلبها. هل تظن أن موافقتها المريرة تعني أنها لا تتألم؟ إنها تضحي بكرامتها لأنها تحبك، فكيف تقبل أنت أن تضحي بوفائك لها مقابل عزوة قد لا تأتي بالبركة إذا بنيت على أنين المكسورين؟ حاول أحمد الدفاع عن منطقه، متذرعا بحقه الشرعي وبحاجة ابنه الوحيد لأخ يسنده، وبأن الضرة ستكون عونا لزينب في مرضها. لكن والده الذي ظل صامتا طوال الوقت نطق أخيرا بكلمات كانت كالمسامير في نعش طموح أحمد: يا بني، البيوت تبنى على الفضل لا على الحق. الشرع حلل لك، ولكن المروءة سألتك: أين الوفاء لمن ذاب شبابها في خدمتك؟ إذا دخلت امرأة أخرى هذا البيت وزينب في حالتها هذه، فكأنك تقول لها: انتهى دورك وحان وقت استبدالك. نحن يا بني لا نقبل أن نرى انكسار هذه الجوهرة في بيتنا، وإذا مضيت في هذا الطريق فلا تنتظر منا مباركة ولا حضورا، فبركة الأبناء تبدأ من جبر خواطر الأمهات، وزينب هي أم بيتك ورفيقة دربك، وصونها في مرضها هو أوجب عليك من كثرة البنين. خرج أحمد من بيت والده والكون يضيق في عينيه، كان ينظر إلى أن أهله سيكونون أول المهنئين بالعزوة، فإذا بهم يصبحون حائط الصد المنيع أمام رغبته. وجد نفسه في صراع ثلاثي الأبعاد: قلب زوجة يفيض بالنبل والتضحية، وأهل يتمسكون بأصول الوفاء ويرفضون القسوة، وحلم شخصي يلح عليه كلما رأى وحشة ابنه وصمت بيته. بدأ يتساءل بمرارة: هل أنا ظالم يبحث عن سعادته فوق أنقاذ الآخرين، أم أنني مظلوم يحرم من أبسط حقوقه بسبب تعاطف الجميع مع حالة زوجته زينب؟ كانت تلك الليلة هي الأصعب، فبينما كانت زينب تنتظر عودته لتسمع ما حدث، كان هو يمشي في الشوارع هائما، يدرك أن القرار الذي سيتخذه لن يغير مجرى حياته، بل سيحدد من يكون هو في نظر نفسه وفي نظر الله. هل هو الرجل الذي صان العشرة، أم هو الذي باع الوفاء في سكون الأحلام؟ عاد أحمد إلى بيته والظلام يلف أركان روحه قبل أزقة الشوارع. كان وقع كلمات والده لا يزال يطن في أذنيه: البيوت تبنى على الفضل لا على الحق. دخل غرفة المعيشة فوجد زينب جالسة في صمتها المعتاد، تتوسد الصبر وتنتظر عودته بقلق. حاولت إخفاء خلفه ابتسامة باهتة، حاولت إخفاؤه خلف ابتسامة باهتة. لم تسأله ماذا قال والداه، فملامحه المنكسرة كانت تروي تفاصيل الرفض بوضوح واضح. اقترب منها وجلس عند قدميها ونظر إلى وجهها الذي شحب، لكنه لم يفقد وقاره، وشعر فجأة بخجل لم يختبروه من قبل، خجل الإنسان من أنانية نفسه أمام سمو تضحية غيره. قالت زينب بصوت يملأه الحنان: لا تحزن يا أحمد،
أهلك يحبونني وهذا يكفيني، لكنني لا أريد أن تخسرهم بسببي ولا أن تخسر حلمك. إذا كان رفضهم هو العائق سأذهب أنا إليهم وسأقبل أيديهم وأخبرهم أنني راضية وأن سعادتك هي سعادتي. في تلك اللحظة شعر أحمد وكأن حجرا ثقيلا قد انزاح عن صدره، ليس لأنه وجد مخرجا لزواجه بل لأنه أدرك فجأة حجم الكنز الذي يملكه بين يديه. نظر إلى هذه المرأة التي ينهشها المرض ومع ذلك لا تفكر إلا في إرضاء قلبه ووالديه. كيف يجرؤ على استبدال هذا النبل بامرأة أخرى لمجرد فطرة قد لا تأتي بالبركة التي تملأ حياة زينب؟ أمسك أحمد يدها بقوة وقال بنبرة غسلها الصدق والندم: يا زينب، اليوم فقط أدركت أنني كنت أبحث عن الزيادة وأنا أملك الأصل. كنت أحلم بعزوة من الأبناء وغفلت عن أنك أنت وحدك قبيلة بأكملها من الوفاء. لقد وهبتني أجمل سنوات عمرك، واليوم والدي كان على حق، فالمروءة تقتضي أن أكون لك الخادم والسند، لا أن أدخل عليك من يشاركك مملكتك وأنت في أضعف حالاتك. انهمرت دموع زينب، لكنها كانت دموع غسلت وجع الشهور الماضية، وسألت بذهول: ماذا تقول يا أحمد؟ وحلمك وابننا الوحيد؟ رد أحمد وهو يقبل يدها: ابننا سيكبر ببركة وفائنا لبعضنا، والرزق والذرية بيد الله، لكن الرجل لا يباع في سوق الحاجة. لقد قررت أن نغلق هذا الباب للأبد. سأحضر من يعينك في أعمال البيت، وسأكون أنا جنديك الذي لا يمل من خدمتك. كرامتك وسلامة قلبك عندي أغلى من 100 ولد. لقد أردت أن أتزوج لأرتاح، فاكتشفت أن راحتي هي ألا أرى دموع الانكسار في عينيك. في تلك الليلة عاد الدفء ليسكن زوايا البيت، لا بصراخ الأطفال بل بروح الرضا التي ملأت الأرجاء. ذهب أحمد في اليوم التالي إلى والديه واحتضنهما طويلا وأخبرهما بقراره، فدعت له أمه بدعاء شعر أن أبواب السماء قد فتحت له. وفي النهاية فالرجولة يا قوم ليست صوتا عاليا أو عددا كبيرا من الأبناء، بل هي موقف يتخذ في لحظة اختيار بين الأنا وبين الوفاء. الوفاء للزوجة في مرضها ليس تضحية، بل هو رد دين لسنوات الصحة والعطاء. تذكروا دائما أن جبر خاطر المرأة التي صانتك هو أقصر طريق لبركة الرزق وراحة البال، وأن البيوت التي تبنى على أنقاض نفوس مكسورة لا تعرف الاستقرار أبدا. كن وفيا لرفيقة دربك، فالمعادن الأصيلة لا تتغير بمرور السنين أو تبدل الأحوال. انتهت الحكاية، وانتظرونا في الحكاية الجاية. طابت أوقاتكم.